بسرعة الحقي، دي فرصة ما تتعوضش، ده عريس لقطة. للأسف أصبح عندي سر يخليني منفعش لحد تاني في الدنيا كلها. للأسف الحكايات دي حقيقية جدا، وبصراحة ما كنتش أتخيل إن عند الشخص ده الإنسانية انعدمت بالشكل ده، وأي مشكلة بنتعرض ليها من النوع ده بيبقى أساسها البيت، وبتطلع من البيت وبرضه آخرها في البيت. بطلة حكايتنا النهاردة عمرها 28 سنة، وبصراحة كل بنت في العمر ده مرت بنفس حكايتها، وهي أصرت وصممت إن حكايتها الكل يعرفها علشان تكون عبرة لغيرها. مش عارفة أبدأ منين، بس أنا هحكي اللي هي قالته بالظبط. قالت أنا عمري 28 سنة ودق جرس ال30 عند أهلي، جرس طوارئ في البيت. المهم إن أي فرصة تجيلي من عريس يكون متريش ومناسب، مناسب شكليا وماديا في وجهة نظرهم مش في وجهة نظري أنا. وفجأة قد كان وجت فرصة عريس مستعجل جدا، متريش جدا، عايز يتجوز بأقصى سرعة. محدش فيهم سأل نفسه هو ليه مستعجل، هو ليه مش مهتم بالتفاصيل. كل اللي عليهم يضغطوا عليا عشان أوافق. ده عريس مش عايز منك حاجة، ده موافق على كل شروطك. طب والعمل؟ بعد ضغط منهم وافقت، ولما أنا وافقت انبسطت جدا واستغربت. كل حاجة معقول مرت بالسهولة دي؟ كل حاجة معقول عدت بالظبط كده؟ إلى أن جت الكارثة. يوم الدخلة قال لي كلمتين استغربتهم جدا، ما ينفعش أي واحد يقولها يا عروسته من أول يوم. قال لي إيه؟ أنا عندي مرض فيروس بي، وعشان كده أحاول أحافظ عليكي ومش هنبقى طبيعيين قوي. إزاي؟ أنا افتكرته بيهزر، وبعدين لقيته بيقول لي صدقيني أنا عندي فيروس بي. طبعا نفرت منه جدا وقلت له انت ازاي تعمل فيا كده؟ انت ازاي ما تدينيش الحق ان انا اقرر واقول اه او لا على المرض ده، هقبل بيه او لا؟ عملت مشكلة وكلمت اهلي اللي كانوا شايفينها فرصة، وطبعا كلهم جهم وانصدموا وما سمعتش صوت واحد فيهم. وبعد ضغط شديد وبعد ضغط كبير جدا منهم اضطريت ان انا اكمل الجوازة. ما احنا طبعا نظرة مجتمع، والاخر وافقت علشان محدش يقول اتطلقت من تاني يوم جواز. وبعد ما وافقت في حاجات غريبة أغرب. بيقول لي إيه؟ ميعاد زي المجنون، أول ما يجي الوقت ده يجري ياخد دواء كأن في كهرباء في الأرض بسرعة مطلقة، ويخبيه وما يخلينيش أشوفه، وعامل احتياطات أمنية مش عند أي حد، حتى مريض السرطان ما بيعملهاش. الموضوع ده شغلني قوي، ورحت للدكتور، والدكتور ده سألته أسئلة غريبة برضو. قلت له في حد يعمل كده يجري بالشكل ده علشان عنده فيروس بي؟ قال لي لا طبعا عادي، العلاج بتاع فيروس بي ممكن يتاخد في أي وقت، ما فيهاش أي مشكلة، ولكن انتي متأكدة انه عنده فيروس بي؟ بتقول ايه يا دكتور؟ انتي متأكدة ان عنده فيروس بي؟ ده الكلام اللي هو قاله لي. طب الحل ايه؟ تخيلي كده معايا انه عنده مرض الايدز. ايه مرض الايدز ده؟ انا بسمع عنه في التلفزيون بس. هو مرض الايدز ده ممكن يجي لحد عندنا عادي كده؟ احنا مسلمين، احنا مسلمين، احنا ما بنعملش اي حاجة غلط، احنا ما بنشربش زي الناس اللي بتشرب، احنا ناس ملتزمة. ازاي وصلوا المرض ده؟ مستحيل يكون جوزي عنده المرض ده. طب انا هقولك تعملي ايه. اكيد طبعا لو واجهتيه مش هيقولك الحقيقة. عارفة هتعملي ايه؟ قال لها اسم مستشفى حكومي، وروحي واسألي فيه في قسم مرض الإيدز، وقولي إن المريض فلان الفلاني، وقولي اسم جوزك إن هو تعبان ومش قادر يجي ياخد كورس العلاج بتاعه، ولو لقيتي اسمه وأخدتي العلاج انت كده تأكدتي إن هو مريض إيدز. بتقول مشيت وخطوة قدام و10 خطوات لورا، وأنا بصراحة مش قادرة أقرر أنا هقدر أسأل السؤال ده ولا لأ. وفجأة لقيت نفسي واقفة على المكتب وبسألهم، ورد عليا موظف الصحة بكل هدوء. تخيلوا قال لي إيه؟ أيوة يا فندم كورس العلاج جاهز وهنحضرهولك حالا. حسيت إن الأرض بتترج بيا، ورجلي تقيلة مش شايلاني، وحاسة إن جسمي كله بيترعش ومش عارفة أقرر أعمل إيه. ووصلت لمرحلة إن أنا حاسة إن لساني انشل عن الكلام. الكلام ده بجد ولا أنا بحلم؟ أكيد أنا ما بحلمش. وصلت لحد البيت وأنا معرفش أنا في البيت ولا بره البيت.
دخلت ولقيته قدامي وواجهته وقال لي كويس انك عرفتي، انا كنت حامل همك علشان انت حامل، يعني انت عارف انك دمرتني ودمرت طفلك اللي جاي. طب كنت قول، طب كنت خيرني، طب كنت خليني اختار عيشة للطفل اللي جاي. انا اعرف منين انه هيجيله المرض او لا؟ طبيا احتمال انه يجيله. كلمت اهلي وكلهم جهم، ووقفت على الطلاق، وطبعا اتطلقت ورجعت بيت اهلي اللي كانوا مصممين على الجوازة. شوفوا الكارثة الاكبر، شوفوا الفجعة، من فيروس بي لمرض الايدز، وانا وابني في بطني اتدمرنا. رحت لاهلي وقعدت في اوضتي في وسط اهلي، عامله زي الشيء المنبوذ، عامله زي الحاجه الحرام اللي ما ينفعش حد يقرب منها. ده حتى الحرام في البعض ممكن يقرب منه. انا كنت منبوذه، كانوا بيذبحوني بالبطيء، خايفين يقربوا مني، والكلمه كانت من على بعد امتار. كل يوم كنت بموت 1000 موتة علشان أقرر القرار اللي هاخده ده. عارفين إيه القرار؟ بسبب أهلي، بسبب الدمار اللي أنا اتدمرته، بسبب نظرة المجتمع. رجعت للشخص الحقير اللي دمرني، رجعت للشخص اللي أذاني. ويا عالم إيه اللي هيحصل للي في بطني، أنا وهو ملناش إلا بعض. أنا هسيب لكم الحكم أنتوا، وهقرأ كل تعليق من تعليقاتكم، ده كلامها. وعايز أعرف أنا اللي ظالمة ولا المظلومة؟ أهلي جهم عليا ولا نظرة المجتمع عليا؟ من حيث إن أنا كنت أفضل إن أنا أكون عانس، ولا إني أتجوز جوازة بالشكل ده، ولا حتى تتسمى جنازة، ده حتى الموت فيه راحة. هستنى تعليقاتكم. وكلمة أخيرة من قبل النظرة، الجواز عمره ما كان لعبة معروفة، وبنقول وهنفضل نقول الجواز عمره ما كان لعبة. كلنا بنقول مسؤولية، بس انت عارف يعني ايه مسؤولية؟ أرواح متعلقة في رقبتك، لازم تكون أمين وصادق. ما بني على باطل فهو باطل. كل واحد يراعي ربنا قبل ما يخبط على بيت أي ناس، على بيت أي بنت. راعي ربنا فيهم، اسأل نفسك أنا عايز إيه من الناس دي، حط نفسك مكانهم. وبالنسبة للأهل اللي عندهم بنت، البنت اللي في بيتكم دي ملكة، خدوا بإيديها، ما تنزلوهاش لتحت، طلعوها لفوق. ملكوش دعوة بنظرة ناس، حافظوا عليها. الناس مش مكان بنتكم، وما تخلوهاش تحس إن الجواز هدف، إن هي بس عايزة تهرب من سجنكم. اتفضلوا.